بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. تكملة للشغل اللي أنا قلت إن أنا هبقى بشره وأعلق عليه واحدة واحدة، كل ما حاجة تخلص أتكلم فيها. كنت قبل كده صورت الدرج الفيردي ال4 سنتي، ودلوقتي بصور الأرضيات بعد بفضل ربنا ما خلصت كلها. هنا زي ما حضراتكم شايفين كانت الجو كان فيه شتا، فالعفار كان متشال من على الرخام. لمعة الحمد لله بفضل الله، جرانيت مصري، بس اللمعة واضحة انها تمام. طبعا لسه الشغل ده ما اتسقاش، بإذن الله ربنا ييسر الحال ونكمل الشغل على خير بفضل ربنا. شغال بنفس هادي، بحاجة بمزاج، بعمل اللي انا فعلا عايزه. الحيطان ديت طرطشتها انا. اي حيطة هنا ارتفاع متر هتتعمل جرانيت ورخام لطلب الباشمهندس احمد، اللي بتعلم منه حاجات ياما في الحياة العامة يعني. عشرة عمر واخ فاضل، ولو اتكلمت عليه وعلى عيلته مش هوفيهم حقهم. ربنا يبارك لهم يا رب ويزيدهم من السما للارض. الشغل زي ما حضراتكم شايفين فيردي زيتي، مش فيردي اخضر كرومبي اللي هو بيترفض، ده فيردي زيتي. الفيردي الشبح الاصفر اما رحت اشتريه، رحت اكتر من مرة، ما عجبنيش لانه لقيته الفصوص اللي موجودة واللون اللي موجود رخامة قديمة. انا عارف اللفظ اللي انا بقوله، رخامة قديمة. الفيردي ده فيردي اللي راكب في حتت كتير، ناس مستلماها وناس 10/10. هي اذواق برضو في الاول وفي الاخر. من التلابيس انا رصيتها، بس حاليا لو صورت هتقولوا فين الرخام، فين الجرانيت. مفيش لمعة خالص. لكن هنا بعد ما كنست، انا كنت كنس بس مرة واحدة بس كده، كنست يعني عشان ايه المكان يبقى نضيف. لكن طبعا لما جيت اطرطش الحيطان، ما يعني الدنيا اتبهدلت. وبرضو الجرانيت احلى حاجة فيه شوية مية، من غير اي ولا مساحيق ولا كلور ولا اي حاجة، مية بس. اصل ده جرانيت. بسم الله ما شاء الله كمية الشغل، بسم الله ما شاء الله، ربنا يعني يبارك للباشمهندس احمد. حاجة يعني كمية الشغل كمية مهولة بفضل الله. ربنا اكرمني وجبت خامة انا راضي عنها، حاجة جميلة. والتنفيذ الحمد لله يعني ايه، يعني بدأ يلاقي استحسانه، لان كل شويه بيقول لي انت ركبت الخامة قبل كده، انت عملت حوائط قبل كده، انت ركبت تلابيس قبل كده. بيهزر يعني، بس بتبقى قفشة حلوة يعني. هنا كده انا نازل لغاية المدخل اهو، ربنا ييسر الحال. كده انا قربت خالص على المدخل. كده انا جبت الايه، الادوار كلها من فوق. بسم الله ما شاء الله. اللمعة هو نفسه ايه يعني، لغاية دلوقتي مش متأكد من اللمعة. طب الحمد لله ان انا صورت البيت وهو مكنوس عشان يعرف ويتأكد ان في لمعة. انا كده في المدخل بركز برضو على الارضيات. دي الحوائط اللي حاليا دلوقتي بتركب، لسه ما صورتش حاجة في الحوائط. اما انا برضو بعد اكنس كده كنسة نضيفة وانضف يعني. بس هي الفكرة في ايه، هنا باينة برضو الحمد لله بفضل الله. ده الشكل العام اللي هيتبقى. بس الارضية دي ايه، سننت مني شوية لعيب في الجرانيت، كانت فيها تقويسة. فهعمل فيها رسمة كده ان شاء الله، يعني زي سجادة كده في المدخل. حاجة حلوة كده ان شاء الله، يعني الباشمهندس ايه تعجبه ان شاء الله. شوف الارضية عاملين ازاي، عاملة ازاي، عشان بس اللي ايه، اللي بيتكلم على ان الجرانيت ما بيلمعش. مواصفات الخامة نفسها فيردي مصري، 4 سنتي، فيها فرامل عشان الزحاليق وكده. اللي كان قدامنا دي ال15 اللي هتركب في الحيطان. لسه الحيطان بتاعت المدخل لغاية السقف يعني مش كبيرة مش كتير، بإذن الله هتركب برضو. الحوائط دي بدأت أشتغل فيها الحمد لله، وربنا مقويني إن شاء الله بإذن الله تطلع شكلها إيه زي ما أنا عايز. يكفي إن أنا إيه راضي عن التركيب، لأن أنا اللي بركب الحمد لله يعني. بفضل ربنا الشغل بإذن الله يطلع زي ما أنا متوقع، وربنا ييسر الحال. هنا كنت حاطط ورق طبعا، يعني كان إيه عشان كل حاجة لها ترتيب وكل حاجة لها شكل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.